الراحة النفسية فاش تتمثل بالنسبة لوجهة نظرك انت؟ بالنسبه لي انا راحه نفسيه كيبدا واحد مرتاح نفسانيا في مخه مع صغاره مع داره مع مرته مع امه دارهم يكونوا راضيين عليه، هذيك الراحه النفسيه. وبتكون اكثر راحه نفسيه معناها باهيه ومرتاحه تكون فما فلوس، بك الانسان يلبس كيما يحب، ياكل كيما يحب، ويحوس كيما يحب، ويدلل صغاره كيما يحب، ويقريهم ويوصلهم. معناتها انت تعارض الرأي التونسي اللي يقول لك لا أنا نختار يا إما المادة وحدها وإلا الراحة النفسية وحدها. اللي يكذب عليك، اللي ما هو اللي معناها ما عندوش راحة مادية، ما عندوش راحة نفسانية. معناتها يا نجمعوا الزوز يا ما نجمعوش. أي 50% راحة نفسية في الحياة بالنسبة للإنسان الواحد، و50% راحة نفسية. معناتها نقسمها 50% هكا و50% نفسية. أي باهي، شنو هي الحاجة اللي أنت كشخص تخليك ترتاح نفسانيا هكا؟